السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، أنا عز فليفل. الفيديو ده معمول لطلاب الأولى جغرافيا. في ناس بتسأل علينا مواد جديدة، علينا دكاترة جديدة ما خدناش معاهم في الترم الأولاني. طب إحنا حابين نعرف نبذة عامة عن الترم التاني، حابين نعرف المواد أكتر، حابين نعرف الدكاترة أكتر. إيه نصايحك بما إنك كبير في سنة رابعة؟ فإن شاء الله بإذن الله الفيديو ده يعتبر كمقدمة أو نبذة عامة عن الترم التاني، بحيث ان الناس ان شاء الله باذن الله كلها تجيب الدرجات اللي هي عاوزاها وتخش القسم اللي هم بيتمنوه، قسم مساحه او قسم نظم. واتمنى كله بالتوفيق، وان شاء الله باذن الله الفيديو يكون معاكم بسيط وواضح جدا. واي استفسار خارج الفيديو انا تحت امركم. ده الجدول. اول ماده هنتكلم فيها ماده قراءه خرائط للدكتور محمد زكي السديمي. اللي احب اقول لكم عن المادة دي وعن الدكتور. أول حاجة دي تاني مادة تخصص، أنت عليك 3 مواد تخصص في سنة أولى وسنة تانية عشان تخش مساحة. في سنة أولى الترم الأولاني مدخل إلى علم الخرائط، في الترم التاني قراءة خرائط، في سنة تانية الترم الأولاني مساحة مستوية. دي مواد المساحة، دي المواد اللي بتأهلك لدخول قسم مساحة، فدي تعتبر أهم مادة في الترم التاني. فانت تكون حاطط في حسابك ان الماده دي ما تجيبش درجه قليله، يعني بلاش مقبول خالص، لا جيد يعتبر اقل حاجه فيها، فما تقلش عن جيد. تحضر محاضرات كامله، وبالذات مع الدكتور محمد زكي السديمي، لان الدكتور محمد زكي السديمي دايما بيجيب الامتحانات من المحاضرات، دايما بيحب اللي بيحضر، فدايما الامتحان من المحاضرات، حتى لو المحاضرات ما خدتوش فيها قوي برضه الامتحان بيكون من المحاضرات. فاول حاجه تركز في الماده دي لانها هي تاني ماده تخصص. تاني حاجة المحاضرات فيها مهمة جدا. تالت حاجة التقدير، حاول تجيب فيها تقدير كويس. هتقول لي ليه؟ دخول مساحة بيحطوا مجموع معين، اللي بيجيب أعلى من المجموع ده بيدخل مساحة، اللي بيجيب أقل من المجموع ده بيدخل عامة. المجموع ده بيكون درجات أولى كلها ما عدا حقوق إنسان، ودرجات تانية كلها، ونضيف مواد المساحة كمان مرة. مواد المساحة اللي هي مدخل علم الخرائط في الترم الأولاني، وقراءة خرائط في الترم التاني، ومساحة مستوية في سنة تانية الترم الأولاني. بس دي قوانين ماشيين، دي قوانين القسم ماشي بيها بقاله فترة. قبلها كان في قانون ان اللي جاي في مادة قراءة خرائط مقبول ما كانش بيدخل، فالقوانين مش هتفضل مستمرة، القوانين ممكن تتغير، فتكون انت في الضامن، تكون انت في الضمان، وتكون انت كويس. فالمادة دي متقلش عن جيد فيها، احضر محاضرات كاملة، اكتبها، ركز فيها، ودي تعتبر اهم مادة ليكوا في الترم التاني. واكيد الدكتور محمد زكي السديمي مش جديد عليكم لان انتوا خدتوا معاه في الترم الاولاني. تاني ماده هنتكلم فيها اسس جغرافيا بشريه للدكتور نجلاء المرشدي. اللي انا حابب اقوله لكم في الدكتور نجلاء المرشدي، اول حاجه الدكتور دي هي ملاك القسم، حرفيا ممكن تجيب معاها 100%، حرفيا مش 90 لا 100%. في دفعتي لما كانت بتدينا كتير جاب 100%. الدكتورة نجلاء اسلوبها بسيط وواضح جدا. الدكتورة نجلاء اخر كل محاضرة هتديك سؤال، السؤال ده هيكون اجابته في الكتاب كبير، انت بتحاول تلخص السؤال ده في 4 ورقات او 5 ورقات، وهي بتقول لك قبل الامتحان، بتقول لك بتمليك مثلا 12 13 سؤال، وتقول لك هجيب لك 5 وتختار منهم 2، ولو انت كتبتهم زي ما الدكتور عاوزه بتجيب الدرجة النهائية. حرفيا انت ممكن تجيب عندها 100%. وده حصل معانا، هي كانت بتدينا في الترم الاولاني قالت لنا هتجيب 6 اسئله وتختار منهم 3، ملت لنا 12 سؤال وقالت لنا هجيب منه 6 اسئله وتحل منهم 3، وده اللي حصل فعلا. فانت تعمل ايه؟ ما تكسلش لاخر الترم، بلاش تزنق نفسك نفس زنقه الترم الاولاني، لا انت تعمل ايه؟ تاخد السؤال تروح البيت تلخصه في 3 4 ورقات وتحفظه، هيبقى معاك في اخر الترم حوالي 30 ورقه. 30 ورقه دول يخلوك تجيب 100%. وانت بتجاوب للدكتور نجلاء المرشدي بلاش ترغي. الدكتور نجلاء المرشدي ما بتحبش الرغي اطلاقا، يعني السؤال هيبقى عندك انت تلخصه على هيئه نقاط، ولما تجاوب في الامتحان جاوب على هيئه نقاط، ولو في رسم ارسم. الدكتور نجلاء بتحب الرسم. بمعنى اول حاجه هيجي لك مثلا تقول لك مثلا يعني افتراضا 5 اسئله حل منهم 3، هتحل ال3 على هيئه نقاط، بلاش رغي، على هيئه نقاط، وهترسم الرسمه. عملت على هيئه نقاط ورسمت رسمه تجيب عندها حرفيا 100%. والدكتور نجلاء المرشدي بنسميها ملاك القسم. تالت مادة معانا هي حقوق إنسان للدكتور سامي. أول حاجة المادة دي ما بتنضافش للمجموع، بمعنى ملهاش لازمة. المادة دي تعتبر زي تحصيل حاصل، فأنت هتعمل إيه؟ طول الترم سيبك منها خالص،
حتى محاضرتها لو مش عاوز تحضر محاضرتها يعني مش هتخسرك في حاجه، سيب الماده دي خالص. قبل امتحان الماده دي بيوم او بيومين جيب ملخص، ذاكره، خش الامتحان جيب 50%، انجح، الموضوع انتهى. ما بتنضافش المجموع وملهاش لازمه، فما تتعبش فيها على الفاضي. قبل الامتحان بيوم او يومين، هو ده حرفيا. انا قبل الامتحان بيوم او يومين جبت ملخص، حفظته، دخلت الامتحان جبت 60%، نجحت. ولا بتنضاف ولا هتزودك حاجه ولا تنقصك حاجه. رابع ماده معانا جغرافيا وطن عربي للدكتور ابراهيم غانم. اول حاجه احب اقول لكم عن الماده دي جميله جدا ومشيقه جدا. دكتور ابراهيم غانم يعتبر اللي بيديها بقاله 3 سنين متواصله او 4 سنين. دكتور ابراهيم غانم في الماده دي عامل الفيديوهات دي هتترفع على يوتيوب. هو كان مسجل كام لقاء فيديو على التلفزيون، هيطلب منكم اللقاءات دي تشوفوها لان الفيديوهات دي ممكن تفيدكم. عامه الفيديوهات دي مرفوعه على يوتيوب، ممكن تشوفها اي وقت. لكن الدكتور ابراهيم غانم دكتور اسئلته مستقيمه، يعني اسئلته واضحه جدا، بسيطه جدا، مش ما فيهاش يعني التقل قوي. كل اللي عليك ان انت تعمله ان انت تبدا تقرا الكتاب من اول الترم. انا ما قلتش ذاكر ولا احفظ، لا، اقرا الكتاب من اول الترم بحيث لما يجي اخر الترم وتبدا تحفظ هتكون فاهم. فالكتاب بتاعها مش هضحك عليكم، الكتاب بتاعها مش صغير وفي نفس الوقت مش كبير. فانت من اول الترم الكتاب لما ينزل اقرا المواضيع بحيث لما يجي اخر الترم تكون فاهمه. والدكتور ابراهيم غانم تقديراته كويسه جدا. انا جيت عنده 85، تقديراته حلوه مش وحشه. انت كل عليك ان انت تبدا تاخد نبذه عامه عن الماده كبيره بحيث في اخر الترم تعرف تجاوب، واسئلته مباشره جدا وتقديراته كويسه. اسس جغرافيا طبيعيه 2 دكتور ضياء صبري. الدكتور ده اول مره يديكم في كام حاجه فعلا حابب اعرفها لكم وحابب يا ريت تعرفوها. دكتور ضياء صبري دكتور محترم جدا جدا جدا، وبيخاف على الطالب جدا جدا جدا. بس انت ما توصلوش اللي هو يزعل، لان لو زعل وحش. بلاش في محاضراته بالذات، في محاضرة دكتور ضياء بلاش تخلي طالب يعمل موقف مش كويس، لان ده هيترتب حاجات وحشه على الدفعه كلها. ده اول حاجه، بلاش مع الدكتور ضياء. تاني حاجه الدكتور ضياء اسلوبه في كتابه سرد، ففي ناس كتير ما بتحبش الماده اللي الدكتور ضياء بيشرحها، وفي ناس بتحبها. في ناس بتجيب عنده امتياز، وفي ناس بتجيب عنده درجات وحشه. انا عن نفسي بجيب امتياز وبجيب درجات حلوه وبحب الدكتور ضياء. طب ايه اللي هيفرق يعني ازاي احبه او ازاي افهمه؟ اول حاجه الدكتور ضياء في كتابه اسلوب سرد، اسلوب قصه، حكايه، كانك بتقرا حكايه. الناس اللي ما بتحبش كتب الدكتور ضياء لان الناس دي معتمده على الحفظ، فانت مستحيل تحفظ حكايه. بمعنى انا حكيت لك حكايه، انت هتحكي الحكايه دي لواحد زميلك، مش هتقول له بنفس الكلام اللي انا قلته بالظبط، لا، انت هتقول له كلام تاني بس هتوصل له نفس المعنى بتاعك، فاهمني؟ فالدكتور ضياء كتابه عباره عن اسلوب سرد، فانت مش مضطر تحفظ الكتاب بالنص، انت مضطر تفهمه تفهمه، تحفظ العناصر بتاعته وتبدا تجاوب، تكون فاهم، تكون حافظ العناصر، تكون حافظ الرسومات، وتعرف تجاوب في الامتحان. الى جانب ده وده الدكتور ضياء ما بيحبش يدش في الامتحان اطلاقا خالص. في الامتحان بتاعه الدكتور ضياء هيجيب لك مثلا، الدكتور ضياء من النوع اللي هو بيحب العلل ومتفسر واستنتج والحاجات دي. الدكتور ضياء عاوز الاجابه، لفيت دورتي مش هتاخد الدرجه. الدكتور ضياء عاوز الاجابه، بمعنى علل كذا بسبب كذا، بعد كده اشرح، تمام، مفيش مشاكل، بس اول كلمتين الاجابه. علل بما تفسر، حتى وانت بتجاوب سؤال مقالي جاوب على هيئه عناصر، والعناصر تكون خدمه الموضوع، ما تلفش وتدور حوالين حاجه مش في السؤال، لان ده هيخلي الدكتور يزهق. الدكتور ضياء دكتور مستقيم جدا. علل بسبب، انتهى. بما تفسر قول. السؤال مقالي على هيئه عناصر. فالدكتور ضياء مش عاوز دش، كتابه على هيئه سرد، افهم الكتاب، ما احفظ، بص، احفظ العناصر، احفظ الرسومات، احفظ النقاط، احفظ علل، بس مش هتحفظ الكتاب كله، مستحيل حد يحفظ الكتاب كله، وده بيضايق ناس كتير لان الناس معتمده على نفس نظام الثانويه العامه، يعني امسك الكتاب احفظه حطه في الامتحان. مع الدكتور ضياء بالذات افهم، لان انت لو اضطريت تحفظ الكتاب كله هتتعب، صدقني هتتعب. وبطريقتي دي انا جبت امتياز، حرفيا انا جبت امتياز. فانت محتاج تفهم. بيحب الرسومات، بيحب النقاط، والاجابه تكون واضحه. يعني مثلا ايه، في وطن عربي انت ممكن تتكلم كتير، لان الاسئله هتكون مثلا ايه، دوله كذا كذا. وحاجه كمان في وطن عربي نسيتها، وطن عربي يبقى فيها بحث عن بلد، يعني بحث عن مثلا سوريا، العراق، اي بلد عربيه، لان هي جغرافيه وطن عربي.
المادة دي عليها بحث، البحث ده احتمال كبير يجي في الامتحان، فالدكتور لما يطلب منكم بحث اعملوه، بحيث لما يقول هنجيب البحث في الامتحان تكون ضامن سؤال مضمون في الامتحان. عامة نكمل اللي انا بقوله، ان جرافة وطن عربي هيبقى فيها كلام كتير، هيبقى فيها مقال كتير، فانت هتقدر تكتب. اما هنا لا، انت محتاج تكتب عناصر، ولو جالك سؤال مقالي خليه على هيئة عناصر واكتب الإجابة مباشر. يعني ده هيساعد الدكتور، هيساعدك جدا. آخر مادة معاكم الترم ده جغرافيا أفريقيا للدكتور أحلام بسيوني. مش هقدر أتكلم كتير عن الدكتور أحلام. الدكتور أحلام ما ادتنيش قبل كده خالص، بس من كلام الناس عليها الدكتور كويسة جدا، كتابها كويس جدا، وتقديراتها كويسة فعلا، تقديراتها كويسة جدا. بس حظكم ان جغرافية أفريقيا بتديها الدكتور أحلام، يعني كان السنين اللي فاتت بيديها دكاترة تانية. لا، جغرافية أفريقيا مع الدكتور أحلام كويسة جدا، وبالتوفيق دايما. أنا حبيت أستعرض مواد الترم التاني بشكل مبسط وبشكل سريع. بتمنى الفيديو يكون بسيط وواضح معاكم. أي حد عنده أي استفسار أنا تحت أمركم. بالتوفيق دايما، وكان معاكم عز في